صلى الله على محمد وعلى محمد. التاريخ ليلة 20 من شهر محرم الحرام لعام 1400. هذا القسم الآخر لتعليم الخطاب الحسينية في باب الناعي، البداية باللهجة الشعبية بعد القصيدة باللغة العربية. طبعا كما مر عليكم من قواعد اللغة تعليم الخطاب الحسينية، أولا الصلاة على محمد ومحمد، والتسليم على محمد وعلى الطاهرين، والتحول، وثم الدخول بالناعي بالقصيدة العربية، ثم تأتي بعدها الناعي باللغة وباللهجة الشعبية. نستمع إليكم بعض الناعي باللهجة الشعبية. طبعا هذه الأيام في أحداث فلسطين بشكل عصيب ومأساوي، نسأل الله الفرج. كل الأمم العربية قائمة من قدم على ساق في هذه الحالة العصيبة. اللهم عجل ولي هذا المخرج، وأنصر الله الإسلام والمسلمين على الكفر والطغيان والنفاق. يا محمد بوفتا يا حسين زينب مبتر بوفتا يا حسين زينب مبتر بوفتا يا بادو چشم تر بوفتا يا شبقته وشبدتها تلهب برنها النار بوفتا يا حسين يا حسين برنها. الشهيد الرادود شيخ الرادودين وكبيرهم وأستاذهم حمزة الصغير قدس سره الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. عدنا إليكم. نستمع الآن إلى فضيلة الشيخ الخطباء والناعي الشيخ عبد الهادي الكربلائي من الفيضيات. هذا موالي يجي الموالي الآخر يشوف نفسه يصب دموعه وأخو واحد يعاينه لعل سائله يجاوب، قل له يا اللي تناشدني على من تعمل العاين بصبها دموعي مجبور في حبك يا غريب كربلاء، حبك قلبي وتظهر بصبها دموعي مجبور في حبك ولا شوق
شيعتي انا بيت الدعاء لكم الدعاء شيعتي ولا كسر ظهري ونحل من الجوايا. غيرت القافية في الطور، انتبهوا فلتكن اذنكم واعية. الله الله شيعتي ولا كسر ظهري ونحل من الجوايا. اي وحدة من ضاحية من النهر شيال اللوايا. وويلا وصلت يما ولن دمومه وخزوه. ايوه سيدة ايوه مظلومه. نستمع لكم من الأطوار للشيخ باقر الإيرواني، إنه طور خاص في الخطابة أو في بعض النعت، فنستمع جزءا من خطبة الزهراء سلام الله عليهم للبركة. كلمة جعل الإخلاص تأويلها وضمن القلوب موصولها وأنار في التفكر معقولها الممتنع عن الأبصار رؤيته ومن الألسن صفته ومن الأوهام كيفيته. نستمع الآن إلى الشيخ عبد الهادي الكربلائي في نفس القصيدة التي تلونا عليكم: نوحي على الأولاد يا زحر الحزينة في كربلاء واحد بالمدينة الفيضيات. راحت هو صاحب العجاير خليها تروح محلها. نخاطب الزهرة أنا وياك والحقير بصوت عالي نيابة عنك في أي جهة من الصحن سيدتي ومولاتي حاضرة. قل لوحي على الأولاد يا زهر الحزينة. خليها لك مهجوع. لوحي على الأولاد يا زهر الحزينة. حزيها عالية تحب النياحة. في كربلاء واحد بالمزيد. يا أبا الله يرحم هذه الأصوات إن شاء الله. أولادك اثنين سيدتي. في كربلاء واحد حسين على المولى. في كربلاء واحد بالمزيد. سيدتي اتفرجوا عنك وصار الشمس تبديل. واحد من جعده قوى واحد من يزيد. يا زهراء واحد دفن عندي شمس بالمدينة صاحب العزاء. واحد دفن عندك واحد عنك بعيد يمنا قريب هو. واحد دفن عندك واحد عنك بعيد. وويلا سيدتي نصبوا يا زهرة اليوم هالليلة وبشرات. نصبوا يا زهرة اليوم في بيتك عزيز. المن وفاة الحسن المجتبى. نصبوا يا زهرة اليوم في بيتك عزيز. بالدار ناصبها غريب الغاوري. يبكي الله يساعد السيد يا ابو عبد الله.
نكتفي بهذا ونأخذ أيضا خطيب آخر. نستمع للملا عبد الله آل مطهر. ملا كان يأتي مقدم للخطباء وأيضا يقرأ بعض الحين. مفادة. طبعا من الأصوات الجوهرية في الأحساء عندنا، وهو كفيف شفاه الله وعافاه منذ الصغر. وكان قد قرأ وبدأت قراءته مع ابن خالتي أحمد المؤمن أبو مالك. الفيزيات. وهذا الخطيب شفاه الله وعافاه ممن وهبه الله الصوت القوي وله المقدرة على تقليد أغلب الأصوات الخطباء وغيرهم. نستمع أيضا إلى خطيب آخر. طبعا الأشرطة القديمة التي محتفظون بها من شركة ماكس وشارب دليل وبعضها سوني، دليل أنها قوية وأصيلة في حينها، شركة سوني وباناسونيك، وليس الدعاء ولكن هذه هي الحقيقة التي رأيناها منذ 10 سنين، وهذه الأشرطة ما شاء الله باقية، وما صنعت هذه الأيام لا تأخذ حتى سنة واحدة. ابن عمي مهدي المؤمن الرجل يدعين والعيس تجد السرى يا حادي العيس الارفق بنا يا حادي العيس أتدري بنا ربما تخدرين لا نطيق على ماذا عليكم لو مررت على صدعت عمر قبل أن نضعنا حادي الابن عباس مربي يا خويا الصميد واعتبرني مفاضل عادي زينب لطفا راوديتي جديد عهودها يا وبرغا قوم شوية وفي صابهم ابدي رايات الشوق تندب مولا هاشمي حيهم شافت وريد حسين مقطوع ويسحد دمه الغش عليها وهو تفاقم ومن مجرى الدمى تشمه تقولنا سهمي لي بقلبه وماك مرض قلبه اختك بسمه يهنايم على الغمرة
ودام طبري بأثر طبره يا بجسمك من سحاج الصدر وشاطتني شريعة ريد شاطتني شريعة صير عزلنا شاعر رد الماء حياتي العدمة وجنو حياتي من عقب إلهي أنا رديت بالماء يا بارد حشاي يا مر خلا يا بضيمي حشاي مو علي جيت المحتموم اخويا وضربة العمود حالت بينك وبيني والقطع يسرك ويمينك قطع يسرك ويميني يستغل اللي بقص عينك مثل عينك بقص عينك احمى الضايعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. الفاتحة. وحدث بما قبل فحاد مفصلا الفيق لما خلف الحسن مجدلا وقد مات عشانا بحيا فراشي. طبعا القارئ الآن أبو فاضل البحراني ابن عم الملا طاهر البحراني، وابن عم الردود مهدي المؤمن هو من كبار الردودين الذي أقام المسجد الحوزة العلمي الكبير كل عاشوراء يقام ويقعد لأدائه الحماس فيه هو وعباس الشداد الحاج عباس السمين ويحيى الشداد للأسف والأبو صالح وغيرهم، وأيضا وعبد الحميد بن دهنين. وكان في السابق أيضا عم الأحمدي عم المهدي عبد الرزاق المؤمن، والآن ابنه قصي المؤمن، ونسمع لكم بعضا من عزاء عبد الرزاق المؤمن في زمانه أيام الحسينية قبل أن تختم. الآن نتوقف لأداء الصلاة، وهذه صلاة أذان المغرب في ليلة 21 ليلة الخميس عام 1420 هجرية. لا إله إلا الله، حقا لا إله إلا الله. طبعا من الأحساء منهم من يقول حي على خير العمل، والكثير يقول لا إله إلا الله مرتان، وفي القرى يقولون أشهد أن علي ولي الله، وأما في المدن يعملون تقية بذلك. نسأل الله أن يأتي اليوم الذي علي ولي الله في كل المنابر والمآذن، ولا تقية في أمر الله، ولعله قرب هذه اليوم. أنكم عبد الرزاق المؤمن.
في القيادة عندك بالله بالله من خط القلم بالله. أنا من قبل القراءة الحسينية والعزاء إلى الفجر بشكل حماسي. هذا للأسف نشطة هذا الزمن. إنه بالحسينية السادة الآن أمام الحوزة العلمية والشهادة التي قامت الآن بالمسجد الكبير الشهادة الجامعة الكبير تسمى بالمجالس مسجد المجالس الجبل الذي يصل فيه آية الله سيد ناصر قدس الله سره مع أخيه سيد سمح سيد عبد المحسن قدس الله شفاه الله وعافاه، الذي سمح السيد ناصر وانتقل إلى رحمة الله هذا العام ل 1422 هجرية في العطلة الكبيرة في الربيع تقريبا. ودفن بإيران أمام مقابر سماحة آية الله السيد البيقاني، وحضر تشييعه حشد كبيرا من العلماء بقم المقدسة. الفاتحة لروح وجميع روح علمائنا الأفاضل والمؤمنات، وشفى الله الشيخ محمد الهاجري من علمائنا الكبار، وحفظ الله الشيخ هلال المؤمن من علمائنا الكبار. الأحساء الحمد لله الأحساء ولدت علماء كبار المجتهدين ومقلدين مثل الشيخ محمد الهاجري حفظهم الله، وسماحة آية الله السيد طاهر سلمان والسيد ناصر رحمه الله أجمعين. الفاتحة لأرواحهم المؤمنين والدعاء للباقين بالشفاء والعافية وأن يحفظهم الله من كل سوء وشر. نستمع إلى خطيب آخر الشيخ هاني المؤمن. حينما قتلوا أصحابهم عليه السلام نظرت أن عشيرة الحر أخذت الحر وحملت، نظرت إلى الحسن المثنى أتت إليه أقوالا وحملت، وكذلك ابن الحنظلة كل قبيلة تأخذ إلى قبيلتها وهي تنظر إلى الحسين تقول ويحكم أمان هذا المسجى من عشيرة. شعتذر عندك مالي اللسان يا اخويا فتحنا لك من الخيم نسوان حيم الضائعات بعدك ضعنا يد النائبات أسرى بوادي. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات، ومنا على مرضانا بالشفاء والعافية، واقضي عريانا وارحم جائعنا، وارحمنا واغفر ذنوبنا وآمنا في أوطاننا ورخص أسعارنا، واغفر ذنوبنا جميعا والحاضرين والمؤسسين، تقبل أعمالنا وأعمالهم، وارحم الله من قرأ الفاتحة والصلاة على محمد وآله. هذا البيتين واسألكم الدعاء. صدت إلى المسنات والعبراتية باحت جراج المشرعة سير الدنيا أقبل الخدر للشعب والسورية اللي جبتني قوم بسنين المدينة لا يعجل لي ولي يا الله. ونستمع إلى خطيب آخر ختامية. نستمع
نستمع إلى الكاشي. من طرشك ولا لي أنا وأخبار منا ما تجينا عمي وجهك تغير ذاك ويانا وأمامي مداني في وحيينا وبياه الأصل لتهمين هذا النعي إذا كان الخطيب الذي صلت إليه سماحة السيد عبد الله الشخص حفظه الله ورحمة الله على السيد محمد الشخص، إن شاء الله نقل على شريط وناتي. هذا الطور الذي ستسمعونه في التعريج، أي عند المصاب إذا كان الخطيب قد وصل هذا نوعا من التعب ولا يتمكن من سرد النعي لجر القافية، فيأتي بهذا الونة كمن ينوح ويبكي في حينها. استمعوا. أهون علينا من السجن وحر المطير، واحنا الكبير على الصغير بقلب صادي وصاروا بحالة بنت تجفان الأحادي. بسم الله الرحمن الرحيم، ونكتفي بهذا القدر من كتاب الفيزيات. ندخل الآن في كتاب النصريات. طبعا كتاب النصريات فاطمة محمد، فاطمة محمد تعال بابا. وين أخوك علي؟ تعال تقرأ ولا ما تعال؟ حسيني وانت يلا بسرعة جيبها بسرعة. الحمد لله أبنائي محمد وعلي وفاطمة، الحمد لله يتدربون على القراءة الحسينية آباءنا ونعي، وكذلك من الشيخة الخطيبة الملاية أمهم. يلا بسرعة. علي عمره دخل 15 سنة، فاطمة 10 سنين، محمد 11 سنة. يلا. زينب علي المسيح شفنا مسجل. يا نور عيوني. نعم، ندخل الآن في قضية النصاريات. النصاريات كما قلنا، إذا ذكرنا كتاب النصاريات مباشرة نتذكر كتاب المقتل، ونحن الآن سيكون درسنا للنصاريات أي درسنا للمقتل. المقتل الحسيني ليوم عاشر له خصوصية خاصة صار بها أغلب الخطباء على نهج الشيخ الخطيب عبد الزهراء الكعبي قدس سره، له طوره الخاص. ومن حينما أتى به الآن من ذاك اليوم إلى يومنا ما من خطيب في يوم العاشرة وليلتها يعرج على المصاب إلا يأتي يعني 99% يأتي على طور الشيخ عبد الزهراء الكعبي صوتا لذكر المصاب، وسنذكر هذا في الأصوات المصاب والتعريج، وصوتا لأبيات المقتل المتقطعة عند ذكر كل مصيبة. مثلا حينما نقول طبعا النصريات للشيخ المعروف المرحوم الشيخ محمد نصار العراقي قدس سره الشريف، وهو له عدة أطوار. الطور المقتلي كما مر قلنا للشيخ عبد الزهراء الكعبي، ونعي عراقي مجريد يعني يشبه بالبحريني الخليجي، ونوع بذية من نفس الكتاب،
وأيضا خماسي من نفس الكتاب مشابه البنية، وعزاء عراقي من نفس الكتاب، ونعي اجتهادي حسب حس وذوق الخطيب. مثلا من أطواره المعروفة والمتقدمة هذا الطور يأتي عليه سيرا بهذا الطور الذي يقال في ليلة العاشر. بعض الخطباء لا يريدون ذكر مصاب الحسين أي بمصابة الاستشهاد، ولكن يكتفون بمصاب الرضيع سلام الله عليه، عبد الله الرضيع، حينما كان في حضن أبيه طالبا الماء فأتاه سهما من الحرملة. فلما يذكر المصيبة يذكر هذا البيت. وإن كان الشيخ عبد الزهراء بيتا آخر لعله في شريط آخر يذكر هذا البيت، لأنه لم نجده في المقتل، وإن كان سمعناه في مقتل آخر. يقول تلاقى حسين دم الطفل بيده، شحال الجتال بحضنه وليده، سالو ترى شفه من دم وريده، وذبل السما وللقاع ما خار. قراءة صيدية بصوت ابن علي من كتاب النصاريات في مقطع تلقى حسين دم الطفل بيده، ومن بعده يلا تلقى حسين دم الطفل بيده، منا وتعال سوى عاد الهدوء. تلقى حسين دم الطفل بيده، اشحال اللي ينشتت بحضنه وليده، سالو ترى شفه من وريده، ودبل السما وللقاع ما خار. نعي كما نقول نعي مجاريد أو نعي نصاري، مثل إذا قلنا الطور الذي يأتي عليه عبد الزهراء مثل نزل عباس يتمر ضرع بالحسين، يحب بيده وجدام ورجليه والعين، والدمع تسايل على الخدين، لما حنوا بك حسين وتحسب. أيضا كان ملا طاهر البحراني وملا داود الكعبي يأتون بهذه في شكل مشابه واجتهادي، يعني حنين. مثلا نقول حينما يأتي عبد الزهراء يقول جاه السهم للقربة وفراها، وقف يبكي وسكنة ما نساها، ما عدها على مي الحشاها، ومنها يستحيل الخيام يصدر. وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في العاجل. اللهم انت الشاهد على قوم قتلوا اشبه الناس برسولك محمد
عادة يأتي قدس سر عبد الزهراء ببيتين من النصريات لكل موقف، ويزداد إذا كان ناعيا إلى 3 أبيات، فلاحظوا ذلك. نستمع بطور بموقف آخر. استمعوا للحظة الحسين مع العباس في اللحظة الأخيرة. فبين إمامنا جالس عند أبي الفضل، وإذا بأبي الفضل انتبه فقال سيدي ما تريد أن تصنع؟ قال أريد حملك إلى المخيم. نادى يا أخويا حسين خلينا مشاني، يا أخويا حسين خلينا مشاني. يقول ليش يا زهرة زماني، يا أخويا وعدتك لا تراني، ما يوم استحي منها وما أقدر. نادى يا أخويا ما درت لأنك رمية، وهي برجواك تجيها مية. يا أخويا منين جت لك البدية، وتقضي بالشمس والعطش والحر. فبعد ولية فاضت روح أبي الفاضل في حجر أبي عبد الله الحسين، فرجع الحسين إلى المخيم منكسرا حزينا يكبكب دموعه بكمه، وقد تدافعت الرجال على مخيمه، فصاح أمام مجير يجيرنا، أمام مغيث يغيثنا، أمام طالب حق ينصرنا، أمام خائف من النار فيذوب عنا. الخطباء بإمكانه كل يوم من عاشور أن يأتي بمقطع من تلك المصاب. يعني هو حينما يقرأ في اليوم العاشر المقتل كله ويأتي كل مصيبة بنعيها. الخطيب حينما يأتي بما أنها جزئت اليوم المصاب العاشر إلى 10 أيام، يوم من العباس، يوم من القاسم، يوم من الأكبر، وهكذا يوم من الأنصار، يأخذ المقطع ويضعه في لحظة التعريج المصاب بنفس أطوار الشهيد عبد الزهراء قدس سره. القافية الأخيرة أيضا الأسلوب الخماسي هكذا، يعني من 5 أبيات. مثلا شن هي جاسم نومتك بنفسي أشوف زفتك، عمك تولف للعرس وامر وانصبا وحافتك، حنا وسكينة بالفرح وعباس ولف حنيتك، ورملة تهلهل بالخيام وطلعت تهلهل عميتك، لكن ايش بيدي عالقدر. نستمع من لطف القصائد من النصريات. أقبل الحسين ينادي وولده وقاسما ومصيبته، جلس عند بالدولة يا جاسم اشفيني، جرس السيف قبلك
كما قلنا من باب طور النعي، نعي المجاريد للنصاريات، نعي النصاريات. نستمع أيضا من نعي من هذه النصاريات أو من سلوة الذاكرين العراقي بالحسن. وقلنا وعبرت فكير الدرباب وعجب شركتي بالمجلس أنا أدخل غريب ما ظلت قرب العلي أركب على ظهر البطيء وبضحك بعزي يا شفي بالمجلس أنا أدخل سوية وصموني الأخويا خارجية ثم وجب. أيضا من أطوار النعي النصاريات عن القاسم، استمعوا. الشريط. الوجه الثاني لإكمال القصائد باللهجة الشعبية، ونستمع للشيخ مرتضى الشهرودي لطور ليلة 11 من كتاب الجمرات. يا حسين يا ابو عبد الله، نرجو ان نستمع هذا الاجتماع ان شاء الله عند حرم الحسين سلام الله عليه. حرق الخيام حرق الخيام حرق الخيام يا حسين ما خلى لنا ماجور ان شاء الله. حرق
استمعنا للشيخ مرتضى كيف أتى بهذه القصيدة في ليلة 11. وننبه عادة بعد 10 أشهر طوال السنة الخطباء يقرؤون عادة لا يأتون يعني قليلا إلا من يكون مقصد ومتعني أو نذرا أن يأتي بذكر مثلا عن أبا الفضل العباس أو علي الأكبر إذا طلب، أو هو يقرأ 10 أشهر خلال قراءة. ولكن عادة الخطباء من بعد ليلة 11 يكون إلى طوال 10 أشهر كلها حداد، أي يقرأ عن يوم 11 ومثلا نقول كلها الناعي عن مصاب أبا عبد الله وخطابا إليه وعتابات، يعني لا يذكر تفصيل اليوم 10 بالضبط، مثلا يوم 3 ويوم كربلاء ويوم الأنصار ويوم القاسم ويوم علي ويوم أبا الفضل أو حتى يوم 10. دائما يكون مثل يوم 11 قصائد يوم 11، قصائد هجوم القوم، قصائد ترويع بنات رسول الله، قصائد على الحنين والشوق على أبا عبد الله وما جرى، كما قلنا يعني كان إقبالا لليلة 11 12 و13 حدادا طوال السنة. فأغلب الخطباء يكون هكذا، ولكن أننا الآن نتعلم الأطوار بصفة عامة، وأما الأطوار تبقى على ما هي عليه سواء كانت في بداية الأيام أو في نهايتها، وإنما هذا من باب التنبيه لما صار عليه أغلب الخطباء في زماننا. نستمع أيضا إلى خطيب آخر من هذه القصيدة الشعبية، وثم بإذن الله ننتقل إلى كتاب الفجر. نستمع أيضا للخطيب قادم أهل البيت الطبيب الشعبي الشيخ أبو علي هاني مهنا المؤمن في أيام قراءة لعام 1408 هجرية عن وفاة فاطمة الزهراء صلى الله عليه وسلم. قد الله عليكم فما ثمود أحرى بما قد أصيبوا، والله السميع المجيب. نتلو من وجهة أحزاني يسلنا، كأنك ما تدري بالذي فعلت العدوان مني، خذوا حقي ولا راعوا الوصية، مجموع على داري وساتر ما عليا، وعلى الكرار قاعدوا عبرات الجرية، ينظر بابنا وجاء والنيران، كنك ما تدري هالعبد بيا سوى، سقطني المحزون يا ويلي وخلى الجسد محلال، جزم انتحال من ضربة المسمار صدري، ولا طلعت وداح الباب يدري، وكل ما جرالك علي ازداد صبري، وكظمت غير والقلب فايض بالاحزان، جسم انتحال من ضربة المسمار صدري، وانطمت عيون وداح الباب يدري، وكل ما جرى علي ركبه ازداد صبري، وكظمت غير والقلب فايض بالاحزان،
تعاينة حيدر علي ملبب وقايدينا، وسمعت شبل الحزين يندب راح ابونا، غصبين علي طلعت خافي يذبحونا، وتتيتم اولادي عقب فارس الفرزان، ضليت ابخيهم ظنتي يرحموني، وما لو علي برصاد ظلوا يضربوني، والله يا سلمان الغرب ورامتوني، وقبلي ابد شكواي للواحد الديان، قلاية داري قلت حيدر علي للدار روحي، وعلى دار ابوك النبي نوحي، قالت انا عقب حيدر تراني جروح روحي، خلي ازلزلهم ترى ما بيكم احسان، انا لله وانا اليه راجعون. كما استمعنا هذه القصيدة عن وفاة فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وسنترك أيضا قصدا من الشريط لنستمع إلى المرحوم قدس الله سره خطيب الأحساء، كما نسميه بالوائل الأحساء، الشيخ عبد الله سمين، سماحة الشيخ عبد الله سمين، الذي توفي في 4 ذي الحجة لعام 2020 من خلال الشهر الماضي الذي انصرف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. والفاتحة إلى روح وجميع أرواح خطبائنا الأفاضل. ونحاول أن نستمع أيضا إلى خطيبنا الذي كان له الصيت، والذي قد يعني نستطيع أن نقول الوائلي الأحساء الثاني أيضا الشيخ علي بن ذهنين المتمكن في الخطابة، الذي استمعت عليه المئات للأحساء من جميع الطوائف، سواء الشيعية أو أبناء الجماعة، ومن مختلف المقلدين الذي صارت في وقتنا تناحر على المقلدين، وأي نستطيع أن نسميه الخطيب الذي وحد خلاف كلمتنا وآراءنا في منطقتنا الأحساء. نسأل الله له التوفيق، وهو أيضا أستاذنا في الحوزة العلمية الذي يدرس المقاصد. نقمة كبيرة أنه إذا عشوك واحد الحوزة فيحالفها، وهو رجل يدعي الشرف ومتعلم الدعوة، أنا ما أتسلون إلا أهل الشرف وأهل الدعوة، فسألونا إنا لله وإنا إليه راجعون. وأهل الشرف صاروا أهل الشرف على بأن هذه الجادة وخططوا خط عشواء والعياذ بالله. ونبينا صلى الله عليه وآله يقول في شان العلماء: ألا ومن أهان عالما، لأنهم ابتهاتنا دولة ابتهاتنا العلماء رضوان الله عليهم. ألا ومن أهان عالما، ناظر بأن الحديث في جواهر الأخبار بأن رقم 168. ألا ومن أهان عالما فقد أهانني. تقول إذا مثلا العالم تفرح لا، والعياذ بالله بهذا الفتاة البين، يعني ينهان وما ينهان، يعد عليه هذا الحال أو لا، ينهض يعلى رب المشعب المسارية أنه سوف يحصل راحة مجانا. هذا الصوت للشيخ الخطيب من كبار الخطباء في ذاك الزمان، الشيخ ملا داود الكعبي من إسحاق الأحسائي، وله مؤلفات كثيرة،
وهذا في القراءة يقرأ عن يوم وفاة آية الله السيد عبد الحكيم الطبطبائي قدس سره، وأيضا رحمة الله على شيخنا ملا داود الكعبي ممن درس في النجف وكان يقرأ هناك أيضا. نستمع إلى الشيخ حسين الفيد من أداء نواعيه يشبه بأداء أهل القطيف، فلنستمع. واستمعوا الطور الآخر بأداء آخر. طبعا هذا الطور الأخير القصيدة التي قلت لكم من الفيضيات، وثم أفاطمنا البيت الختامية. لا ممر نستمع إلى الطور هذا كما قلنا في البداية كالشيخ مصطفى الخزويني: يا حسين حاجب عنا عزم على الشيل، ومن الصبح دنوا لنا نوق المهازين. نستمع الآن إلى الشيخ الملا عيسى العبد المحسن في هذا الطور. مهندين قوم العزيز اجرى مضيعنا يا
طبعا هذه القراءة في حسنية المؤمن، حسنيتنا، حسنية المسمى بحسنية الإمام الرضا سلام الله عليه، الذي انشأت في عام 1410 الهجرية تقريبا. نستمع لقصائد الشعبية التي تلقى من الجبرات أيضا بآخر عند المعرج التعريج المصاب، قصائد المصاب هي نفس الأطوار كما يأتيها ملحن الخميس، ولكن تزداد عليها الونة كما كانت لطور الملا طاهر البحراني. فنستمع للخطيب الشيخ الملا عبد الله الدندن الذي يقرأ في مجلس خالتنا أم علي الجاسم بالمطير في عام 1400 لعام 1421 هجرية. نستمع عن ليلة الجاسم. على مصرعه رآه يبحث التراب بيده ورجلاه وبسونا جاء وبسونا جاء يا جاسي بشريك ورد الشاب ورد الشاب جاب الأسحار وبالكواب هذا الكم تخيل وعلى خيمي وعلى خيمي يا عم الخال تغفى جاب جاب المسجد سعدان بسعدان وبسمع سبحان الإسلام ذكر بلا كفي الله مبارك بين سبعين الهب شعبه قال الشباب قال الشباب الشعب زمه عن الحلاق دم الراح. طبعا هذه القصيدة وإن كان أخذ نصار ولكن هي من كتاب النصاريات، أي من باب نعي النصاريات. كما قلنا الكتب وإن اختلفت لهجاتها من عراقي إلى بحريني أو أحسائي أو قطيفي، ولكن تتشابه أغلبها في الأطوار. نستمع إلى آخر قصيدة أو آخر الشريط من هذا طور، نفس الطور كما بينا لأسلوب أم أحمد الخميس للسيد هاشم الحسن حسينية المؤمن أيضا في عام 1400 في عام 1421 شهر صح. لكم الدعاء في هذا الكتاب، وإن كان وددنا سنضع مساحة بسيطة لو في آخر الشريط بسماحة الشيخ عبد الله السمين وكذلك الشيخ علي بن دنين. شريط الشيخ علي بن دنين موجود ولكن للأسف منقطع، أما الشيخ عبد الله بعد لم يصل إلى يدنا من حسنية الجعفرية من الأخ عبد المجيد بن عيسى حفظه الله القائم
للقائمة والوكيل الحسنية. الآن سندخل في كتاب الملا فايز فيزيات. الثور فيكون رجلا من المسلمين له ما لهم وعليهم عليهم او ان ياتي امير الفاسقين يزيد بن معاذ. الملا علي بن عمامة وقراءة الكتاب المقتل او من المقتل او من الكتاب المسمى كتاب الفكري. فيضع يده وهذا الشريط قديم ايام المسجد الكبير والحسينية السادة الذي بالحوزة العلمية قرابة 1390 و92 تقريبا. يده فيرى فيما بينه وبينه رايه من أشرطة أبي مهني سموم رحمة الله عليه والفاتحة إلى روح وروح المؤمنات والخطباء وخدم أهل البيت أجمعين. في ذلك رضا للأمة قصات على محمد وآل محمد. رضا للأمة وصلاح الله. فلما تركنا في هذا الكتاب قال هذا كتاب ناصح مشرق على قومه فقام إليه شمر لعنه الله فقال أتقبلوا هذا منه وقد نزل بأرضك وأتى ذنبك والله لئن ظهر عن بلادك ولم يضع يده في يدك ليكونن أولى بالقوة ولتكونن أولى بالعجز والضعف فلا تعطيه هذه المنزلة فإنها من الوهن ولكن فلينزل الحسين وأصحابه على حكمك فإن عاقبت فأنت أولى بالعقوبة وإن عفوت كان ذلك. فقال ابن زياد لعنه الله نعم ما رأيت الرأي رأيك يخرج بهذا الكتاب إلى عمر بن السعد فليعرض على الحسين وأصحابه النزول على حكمه فإن فعلوا فليبعث بهم إليه سلما وإنهم أبوا فليقاتلهم فإن فعل ذلك لا فإن فعل فاسمع له وأطع وإن أبى أن يقاتلهم فأنت أمير الجيش فاضرب عنقه وابعث إلي برأسه وكتب إلى المرشاد أميرا أبعثك إلى الحسين لتكف عنه ولا لتطاوله ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا لتعتذر عنه ولا لتكون له عندي شفيعا انظر إن فإن نزل حسين وأصحابه على حكمي واستسلموا فابعث بهم إلي سلما وإن أبوا فاذهب إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم فإنهم لذلك مستحقون. فإن قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره فإنه عاق ظلوم ولست أرى أن هذا يضر بعد الموت شيئا لكن على قول قد قلته لو قتلته لفعلت هذا به فإن أنت مضيت لأمرنا جزيناك جزاء السامع المطيع وإن أنت أبيت فاعتزل عملنا وجندنا وخليه بين شمر بن الجوشن وبين العسكر فإننا قد أمرناه بأمرنا والسلام وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وصلى الله عليه منهم عوائدها النشور الحوموا ورجوا مذلتهم فقلن رماحهم ورجوا مذلتهم فقلن رماحهم من دون ذلك أن تنال الأنجم طمعت أمية حين قل عبيدها. بسم الله الرحمن الرحيم. كما بينا الكتاب الثاني أطوار الملا فايز رحمة الله عليه كتاب الفايزيات المسمى بالفايزيات أيضا بحريني له مقارب لأطوار الجمرات ولكن يوجد بعض القصائد تشال بطريقة خاصة وكثير ما أن يأتي بها الشيخ عبد الهادي الكربلائي وأيضا الشهرودي. مثلا والقصيدة المشهورة هي هذه القصيدة النوح يا زهرة على منه تنحي. هذه القصيدة ننبه أن هذه القصيدة خصوصا يجب على الخطيب أن يحفظها. لماذا؟ لأنها تشمل مصاب أهل البيت جميعا
يعني إذا أتتك وفاة الإمام الحسن مثلا، وفاة الإمام زين العابدين، الإمام الرضا، الجواد، العسكري، يعني سائر الأئمة سلام الله عليهم، فلنعدهم سلام الله، علي بن أبي طالب، طبعا بعد رسول الله فاطمة الزهراء، علي بن أبي طالب، الحسن، الحسين، علي بن الحسين، محمد الباقر، جعفر الصادق، موسى الكاظم، علي بن موسى الرضا، محمد الجواد، علي الهادي، الحسن العسكري، الحجة المنتظر، عجل الله تعالى فرجه، حي يرزق. وفاة الأئمة سلام الله عليهم إذا احترت ولم تجد قصيدة تتكلم عنهم أو قصيدة لها طور تتمكن، هذه القصيدة تشمل الجميع، يعني بإمكانك أن تستخدم هذه القصيدة لجميع وفيات الأئمة سلام الله عليهم. لذلك تعتبر هذه القصيدة ثمينة ذهبية لا يعاد لها شيء بوزنها. فجزاء هذا الخطيب عند الله وعند فاطمة الزهراء. فلنستمع مثلا هذه ما هي من أبياتها، تقول: النوح يا زهرة على منه نحين، نوحك على المسموم لا نوحك على حسين، حنت ونادت والدمع بالخد بادي، انت سالوني يا خالد كلهم اولادي، لكن اصواب حسين صاطب فادي، اعظم مصيبة علينا مصيبة حسين، ابكي على اولادي قضوا بالسيف والسب، وابكي على ابوهم قتيل ابن ملجم، انظروا ابن ملجم عن امير المؤمنين، وان كان بالله تسايلوني اياه اعظم، كل المصايب هونتها مصيبة حسين، لا تحسبوني للرضا. ايضا عن الامام الرضا: في طوس ما جيت ولا الى بغداد، الامام العسكري والامام الكاظم، ولا الى بغداد ما رحت فعنيت، كلهم عليهم نوحت والجيب شقيت، واعظم علينا لا نعم ناعي على حسين، واحد الطوس مغرب، وواحد ببغداد، وواحد بسامرة الامام العسكري، وعني كلهم بعاد، ما عندي الا من سقوه السم في زاد، وعندي قبر باق في البقية خليفة حسين. ماذا تكون هذه اطوارها؟ كالآتي مثل هكذا: النوح يا زهرة على، إذا طور ملا أحمد الخميس، النوح يا زهرة على منه تنوحين، نوحك على المسموم لا نوحك على حسين، حنت ونادت والدمع بالخد بادي، انت سايلوني يا خلق كلهم اولادي، الى ان نقول: لا تحسبوني للرضا في طوس ما جيت، لا ولا إلى بغداد ما رحت وتعنيت، كلهم عليهم نوحيت والجيب شقيت، وعظم علي لا ناعي على حسين. ايضا كما بينا بالطور الحنيني لاسلوب ملا طاهر البحراني ايضا: النوح 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 يا زهرة على منه تنوحين، نوحك على المسموم لا نوحك على حسين، حنت ونادت والدمع بالخد بادي، انت سايلوني يا خلق كلهم اولادي. كما استمعنا للشيخ من قبل قليل الشيخ حسين الفيد من اهل الحقوق. نستمع ايضا الى قصيدة لنفس الفيزيات وطريقتها هكذا. هذه من القصائد هذا الشيلة من الشيلات او القصيدة المميزة او الطور المميز. مثلا صالح الحنفية للسجاد عليه السلام: فيها السفر والشيلة، يعني اشبه باللطمية، فيها السفر والشيلة
دولا يا عمي وانقصت في وانشفت فيها السفر والشيلة، ليتك نظرت اخوانك فوق الثرى مرمية، يعني قريبة جدا من اللطمية، ولكن على الخطيب أن يحسن بأداء حتى تكون نعي. إذا خفض من أثناء الونة يعني لا يعلي بل يخفض. مثلا إذا قلت ليتك نظرت إخوانك فوق الثرى مرمي، هكذا تكون لطمية. انظر الدق، ليتك نظرت إخوانك فوق الثرى مرمي. ولكن إذا قلت هكذا ليتك نظرت إخوانك فوق الثرى مرمية، تغير بدل الحماس إلى تكسير حتى تكون يساعد الجر مع المستمع، يساعدك بالقافية يعني. ودموعهم يا عمي من هالأرض مروية، ورؤوسهم يا عمي فوق القنا الخطية، ذولا يا عمي وانشفت فيها السفر والشيلة. تحدثنا الآن من الخطباء وكثير، وطبعا أيضا الأطوار كما مر علينا، يعني هذا طور مميز يعتبر لهذا الكتاب. وأما إذا عدنا إلى قصيدة هالنوح يا زهرة تأتي في عدة أطوار، مثلا هالنوح يا زهرة على منهم تنوح حين نوحك على المسموم لو نوحك على حسين، حنت ونادت والدمع بالخد بادي، كما يأتي بالشهرودي انت استايلون يا خلق كلهم اولادي، لكن اصواب حسين تعطي في فؤادي، هذا مصيبة علي انا مصيبة حسين، أبكي. الله أكبر. أيضا يأتي بها الشيخ عبد الهادي الكربلاء، أبكي على أولادي قضاء بالسيف والزام، وأبكي على أبوهم قتيل الابن والجام، وإن كان والله تسألوني ياه أعظم، كل المصايب هونت مصيبة حزين. الآن نستمع. الآن أتينا لكم بثلاثة أطوار مثل هالنوح هذا الشيلة، وهالنوح يا زهرة على من تنحل طاهر البحراني اللي كما قلنا هالنوح يا زهرة على منه تنوحين لكي تحفظوها. والطور هذه كما يأتي بها الشيخ عبد الهادي الكربلائي، وانت لكن اصواب حسين تعاطف فؤادي. وايضا هكذا للقطيفي هالناح يا زهرة على منه تنوحين كما بينا للسابق. وإن شاء الله تعون هذه الأطوار. أنا أتيت ببيت واحد من أجل أبين لكم أن على الخطيب المتميز والشاطر هو الذي يستطيع أن يميز من شيلة إلى شيلة ومن طار إلى طار، أو على قولنا كالزمن من لحن إلى لحن بنفس البيت
يستطيع أن يتمكن ويركبه في موجات مختلفة ويميز متى يحتاج له. وهذا كله يرجع إلى ربطنا في البداية، ربط القصيدة العربية ثم الشعبية ثم موضوع الخطاب الذي يتوجه ونداء الخطاب ثم التعريج والمصاب وبدء المصاب والختامية، كله مرتبطا على بعض. فلذلك على الخطيب أن يعين من البداية أطواره أو الصوت الذي طبعا في هنا بعض الإخوة لا يعين، ولكن عليه أن يحس أنه حينما وقف عند هذا الطور أنه يناسبه هذا الطور، فيركب الطورين أو القصيدة للبداية والقصيدة الثانية على بعض. نستمع من كتاب الفيضيات من أطوار الخطباء. الشيخ حسين الفيل. ملاحظة من تستمعون قصيدة هنوح يا زهراء ويا زهراء والشيعة تبكوا على أولادي، كل أغلب وقت من قصائد الفيضيات. ليلة الدفن أيضا ملا طاهر البحراني من كتاب الفيضيات. استمعوا كما بينا السابق، يأتي للجمرات ويأتي للفلسفة. نستمع إلى الشهرودي في قصيدة المحبوبة مرجالي لليوم العاشر من قصائد الفيضيات كما بينا المميزة. كتبت ولكن ما على الموت معتبوب
بقايا من رجالي محايد بقايا من رجالي يسرد علي ميموني كلكم طبوق يا رجالي في كربلاء يا عفتوني وقلت من الحيلة يا في الكساير وسناياني انا وحدي بلا يا ناصير ومكسرة يا جنحان في كربلاء يا متحير وحدي ولا لي ثاني اي وحدي ولا لي ثاني يسرج على يا ميموني والي يا والي سعد الله قلبك. هذا صلى الله على محمد محمد أسألكم الدعاء. نقل من الشريط إلى الجوال للديجيتال في تاريخ 20 صفر 1407 هجرية ليلة الأربعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا مهجهم دون الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. هاني مهنا المؤمن أسألكم الدعاء الفاتح والرحاب يوم القرابتين من كافة تسقط الصلاة على محمد وعلى محمد. اللهم عجل لك الفرج هذا المخرج. إلى اللقاء بقية الشيطان.